حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان حسام حبيب بعد طرح أغنية كدابة. اتهموا البعض بسرقة الأغنية، وهو الأمر اللي أثار حالة من الجدل ودفع الشاعر إسلام رفعت للخروج عن صمته والرد على الاتهام بالسرقة. وقام الموزع محمد شفيق باتهام حسام حبيب وصناع أغنية كدابة باقتباس مسهب الأغنية من أخرى أنتجها المحمود عز من شهر تقريبا، وحملت اسم بياعة. ورد الشاعر إسلام رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: أنا ما كنتش هرد بس مضطر أرد، لأن اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول. ولسه جاي لي تليفون دلوقتي من صديق ليا بيقول إن في حد كاتب بوست إني واخد لحن أغنية حسام حبيب من أغنية لمغني أنا أعرفه معرفة شخصية واشتغلت معاه بالفعل، وعلاقتي بيه إنه مغني وأنا ملحن وموزع، يعني واضح مين اللي بيسمع من التاني. أولا كده مستحيل 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 أنا اللي بقول إنه يكون توارد أفكار أو خواطر أو نغمات وأنا مسروق بالملي وبالهارموني. حتى هو برافو عليه، محاولة حلوة منه إنه ينط على بروباجندا حسام حبيب ويحاول نجيب سيرته ويمكن تصيب معاه، بس أنا هخليها تصيب معاه إنه يتشهر بإنه غير أمين. هو ما عندوش ضمير نهائي. كل الناس عارفيني كويس وعارفين شخصيتي، إن عمري ما أعمل حاجة بالسذاجة دي، إني أخد حاجة إبداعية في أكتر حاجة بحبها وهي الموسيقى، أو أقتبس جملة من هنا أو من هنا، والحمد لله أعمالي كلها بتتكلم عني. الأغنية دي الشاعر عمرو المصري بعت لي كلامها من شهر مايو 2023 اللي فات، وأنا لحنت الكلام وعملت شكل ليها وبعتناها لأكتر من مطرب من ضمنهم حسام، وبالفعل كانت من نصيبه، والأغنية جاهزة من فترة كبيرة جدا، لكن حسام كان بيأخر. وزي ما مرفق في البوست فيديو أنا مصوره بإيدي من الكمبيوتر بتاعي متوثق فيه تاريخ الأغنية وصوتي في الديمو. الموزع شفيق كاتب إن أغنيتهم نازلة يوم 18/1، وحسام حبيب منزل خبر أغنية كدابة من يوم 8/1، فاللي هو إزاي يعني؟ وأي حد يقدر يعمل سيرش على جوجل ويتأكد من صحة كلامي. آخر حاجة عايز أقولها إن معايا كل ما يثبت إن اللحن بتاعي من مستندات، وإني هتخذ كل الإجراءات القانونية مع أي حد جاب سيرتي أو اتكلم عليا بشكل مسيء وحاول ينط وعايز يتشهر. اسمه حسام حبيب على طول مرتبط بالمشاكل وإثارة الجدل، وآخرها هو سرقة لحن أغنية كدابة. تفتكر بقى ترند حسام حبيب ككل هيخلص إمتى؟ وإمتى هيركز في فنه بس ومش هيثير الجدل؟ قول لنا رأيك في الكومنتات.